بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا انا عارفه ان اكتر ناس متحمسه ان هي تشوف الديكور ده بتفاصيله. انا ان شاء الله هنزل لكم فيديو مفصل ان شاء الله. الفيديو اللي بعد ده على طول هيبقى اول حاجه عن الستاند، تفاصيل الستاند عباره عن ايه، مقاساته، اشكاله وهكذا، ونتكلم عن القماش بالتفصيل. بعد كده ان شاء الله هحاول اعمل لكم ديكور عليه كمان. انا بس عملته كده وما كملتش. والبوكيه بقى، انا بقى اكتر سؤال كان بيجي لي البوكيه يا مي، بوكيه الورده الواحده ده انتي عاملاه في البيت ولا كان جاهز؟ طبعا الفيديوهات اللي كانت قبل كده ده كانت الفوم، دي بقى معموله هاند ميد. عملتها ازاي يا مي؟ اول حاجه انا جبت قماش، مثلا تجيبي اقل كميه طبعا متر، ده قماش اورجانزا ناعم، تمام، اورجانزا ده ابيض. طبعا انا اول تجربه ليا معاكم، فانا ما كنتش عارفه بقى لا مقاسات ولا شكل. انا قلت ايه، اعمل دوران كده ونشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، فكله تجربه. فان شاء الله يعني مثلا اول تجربه ما بتبقاش افضل حاجه، بس ادينا عرفنا اللي هنعرف الطرق كتير يعني نعمل بيها الورده دي. طبعا حاولت ان انا اعمل مقاسين عشان اشوف برضو انا هحتاج انهي مقاس افضل بالنسبه لي. الدوران ده كده تمام ولا لا؟ بعد كده ان شاء الله ايديكم لما تاخد عليه يعني اعملوا اول واحده. طبعا بتبقى تجربه ممكن تكون مش احسن حاجه، بس انا عايزه اصورها لكم لان اكتر حاجه بتجيلي. ممكن الفيديو الجاي يعني لو انا عملت واحد احسن من ده وشكله مظبوط بالنسبه لي هقول لكم ايه اكتر ظابطه ليه، تمام. واكيد هنزل الصوره بتاعته او الفيديو بتاعه مثلا تيك توك او اي حته تانية او انستا او حاجه. فبنعمل قطع كده كتير دوران زي ده كده، وبدات ان انا يعني اساوي الحواف بتاعتها بالولاعه. يعني بصوا، اول حاجه ان انت بتشيلي لو في فتله او حاجه وبعدين بتدي دوران. حتى خدي بالكم انا تانياها علشان تديني دوران بتاع الورده، تمام. فبنسيح اي حاجه بالشمع بالايه اسمها ايه، بالولاعه، والولاعه باظت. فيعني تقريبا عشان ولعتها كتير قوي فتره كبيره، طبعا انا مسرعه الفيديو هو خد وقت كبير، تمام، فباظت. بصوا بقى كده شكل ليها. انا حاولت ان انا اعمل كده طريقه للحته اللي في النص خالص لان دي اهم حته بتلخبط فيها. بصوا، طب نلفه كده، طب نعكسها. المهم ان انتوا تشوفوا ايه افضل طريقه ليها. بصوا انا عملتها ازاي، وانتوا برضو ايديكوا حسب ما انتوا شايفين عينيكوا برضو الورده ايه افضل شكل ليها يعني. وبعد كده بنثبتها طبعا بالشمع. تقريبا دي كانت افضل شكل ليها، فنقطه صغيره خالص من الشمع. وخلي بالكم ان الاورجانزا بتوصل حراره يعني جامده جدا، فانت خلي بالكم مثلا في ايديكم المقص او اي حاجه يعني تلزقوا بيها بدل ما تحطوا ايديكم وتتلسعوا يعني، تمام. بصوا انا بحط يعني بحاول بحط بس برضو بخايفه من الحراره. ده كان افضل شكل ليها. بصوا حاسه ان هي افضل حاجه اقرب للطبيعه يعني. بعد كده بقى هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. الدورانات بقى دي كلها نبتدي ان احنا نلفها حواليها، وفي نفس الوقت احنا بنلفها بنحاول برضو ندي شكل الورده، بنحاول ما نلفش عشوائي. انا بحاول على قد ما اقدر والله اقرب منها، تمام. طيب هي مثلا في الظهر ولا قدام، عارفه انتوا بقى الكلام ده. ف يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبطها الحقيقيه يعني. بحط نقطه صغيره، انا بصراحه ما شفتش اي فيديوهات ليها او حاجه، فانا حقيقي ما كنتش عندي اي خلفيه غير ان انا اقلد مثلا يعني على قد ما اقدر الورده اللي عندي الكبيره. اتخيل مثلا هو بدل الفوم او الفل اللي هو بيبقى معموله بيها جاهزه دي، ان احنا هنعملها بقى بالقماش. فكانت دي النتيجه. حبيت ان انا اعملها لا اخليها في الوش افضل، تمام، عشان تبقى اقرب للطبيعه يعني اقرب للورده الحقيقيه. مش حاسه اني عايزه اتكلم كتير على قد ما انتوا تتفرجوا وتشوفوا تفاصيلها عامله ازاي. الورده دي اللي هيستغرب في تسعيرها هو على حسب الشغل طبعا. يعني هي خدت مني تقريبا حوالي ساعتين شغل، وخصوصا ان هي ما كانتش كبيره كفايه زي مثلا اللي موجوده المتوفره اللي الناس كلها عايزاها او كده. فانت هتحتاجي كميه مضاعفه من المجهود والشغل، تمام. بصوا كل حاجه انا عشان اخليها دوران كده، بصوا بعمل ايه، نقطه صغيره من الشمع في نص الورده من تحت، وبعدين بلفها بقى بالمنظر ده كده واعملها تبقى كده واحده دي في وشها دي تبقى وهكذا، ونقطه شمع صغيره وبتثبت معايا وتمام، تمام. فالتسعير بقى ده بصراحه بصوا هنا مسك الشمع في صباعي
فمهم جدا بس ان انتوا تخلي بالكم من الشمع والقماش، عشان يعني ايه لسعتها هتبقى صعبه. بعد طبعا ما الحمد لله قدرت ان انا خسرت الولاعه، فانا فكرت في حوار الشمع ده، قلت انا ايه الذكاء بتاعي ده. هقول لكم معلومه كمان برضو عشان انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم منها. القماش لما بيتقص وبتعمليه على النار، ساعات الشمعة مثلا بتعمل زي اللي هو الهباب كده، اللي هو حاجة اللي هي الاسود ده، تعمل يعني زي مش عارفة اسمها ايه اكتر من كده بصراحة، حاجة سودة كده بتعمل على حرف الوردة. فخلي بالكم برضو من النقطة دي، لو هتعمل كده قصوا المكان ده وبس. انا بصراحة حاولت اجربها بالمكوة، بس مكوة اللحام ان انا اقص بيها، بس بصراحة كان الموضوع صعب، ما عرفتش اقص بكده. فلو لقيت اي طريقة للقص اسهل من كده او البتاع او اللي هو ان انا يعني اسويها، اكيد هقول لكم. بس اعتقد ان هي افضل حاجة هي الشمع. تمام. بصوا، وبحط واحدة قصاد واحدة وهكذا لحد ما ايه تديني الشكل بتاع الوردة. طبعا الزيادات دي كلها اللي تحت بحاول ان انا اقصها، وخلي بالكم تكون بس ملزوقة بشمع، يعني حتى لو احتاجتوا نقطة شمع تاني من تحت قصوها، حطوا نقطة بس علشان تثبت معايا وتبقى واقفة كده. بعدين نزود بقى وهكذا، يبقى قماش اورجانزا وشمعة هنقدر نعمل منها الوردة الكبيرة دي. زي ما قلت لكم تسعيرها هيبقى، بصوا طبعا انا بعملها الاول ايه، انا عاملاها بصراحة يعني حاسة انها برضو مش افضل حاجة، يعني مش دي اللي انا كان في دماغي ان انا اعملها. الطريقة دي القص المرة واحدة حلوة قوي. اتنوا كمية بالمنظر ده، هتقص معاكم كمية كتير مرة واحدة، بدل ما تقصوا واحدة واحدة في الاول. يعني عارفة كل شوية تلاقوا نفسكم مع الوقت وايديكم تاخد عليها، انتوا بتعملوا حاجة احسن من اللي قبلها. يعني لو عايزين حاجه تبقى الفينش بتاعها حلو جدا وحاجه افضل حاجه يعني بوكيه بقى بيبقى محترم ويتباع بمبلغ محترم، انتوا هتحتاجوا ضعف الكميه اللي انا عاملاها. هتقربوا المسافات جدا، يعني شوفوا انا عامله مسافه كبيره برضو، لا انتوا هتقربوا المسافه، هتضاعفوا القماش، هتضاعفوا كل حاجه. تمام، عشان الفينش بتاعكم يبقى احسن يعني. وانا ان شاء الله برضو هحاول اعمل واحده تانية وهنزل صورتها مثلا على انستا او على، اكيد هتشوفوا الفيديو بتاع تيك توك او فيديو شورت قصير يعني. فبس نقطتين بقى 3 كده زي ما انتوا شايفين، وابتدوا ان احنا نلزقها من كل حته عشان تثبت معانا. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، قريبه خالص، قربنا خالص من الفل. مع ذلك ان احنا برضو هنبتدي ان احنا نزود. بصوا بتني القماش المسافه مثلا اللي انا عايزاها، انا قلت هنا اكبرها شويه، معرفش ليه الذكاء بتاعي ده. وقلت بقى ايه، نعمل بقى الدوران ده كده هنسهل معانا كتير، نعمل كميه مره واحده. بصوا معرفش انا ليه قصتها عريضه قوي كده، وقلت بقى لما اقصها عريضه ان انا هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لي وهعمل 2 في 1 بدل ما، بس لا، اعملوا واحده واحده اسهل بكتير. الحركه اللي انا عملتها انها تبقى طويله كده دي قلت اجرب، يعني ما كانتش افضل حاجه يعني. وبصوا عملت ايه، يعني انا بعملها زي من النص كده، ان انا بقسمها يبقى كأنهم 2 في بعض. بس لما جيت الزقها ما كانتش احسن حاجه بصراحه، حاسه ان هي لوحدها احلى. بصوا شكلها، يعني ادوني كده تقيموها انتوا، انا عايزاكم انتوا تقيموها. قلت بقى لا ما بدهاش، احنا محتاجين فل تقريبا عشان نثبتها عليه. فده الفوم، سوري مش فل، هو ده فوم. عارفين الفوم المضغوط ده اللي هو بيتباع بالمتر، المتر في 70 سنتي عند اي مكتبه كبيره. تمام. بقت ان انا ايه اقسمها اكننا بنقسمها بالنص يعني. بصوا تبقى كده، بدل ما يبقى واحده يبقى 2 عشان نعملها مره واحده. فدي انتوا جربوا وشوفوا الاسهل ايه بالنسبه لكم. برضو من النص بنحط نقطه كده من الشمع ونثبتها بحيث انها تبقى ايه يعني كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. يا رب بس تكون الدنيا واضحه، ونقطه من اليمين ونقطه من الشمال. قلت يمكن لما نثبتها على الفوم ده هيبقى اسهل كتير، والورده تبقى باينه بدل ما نقعد نلزقها في بعض. فبصوا بقى كده شوفوا انهي اسهل بالنسبه لكم يعني. تمام. بدات بقى عملت دي التانية وهكذا. حاسه بقى يعني اسيبكم تتفرجوا افضل، واقعد الوك كتير معاكم. على فكره الفيديو باذن الله استنوه، انا هنزله يعني اللي هو الفيديو بتاع الديكور الاكسات ده، يعني انا عارفه ان طالع ترند الفتره اللي فاتت.
حبيت اعمله برضو عشان الناس اللي ما عندهاش اي فكره ان ممكن مثلا الطريقه بتاعته ازاي. طيب حتى لما طلع ترند قبل كده مع حد معين قالوا لا الفينش بتاعه مش كويس، فنحاول نظبط الفينش. طب الستاند بتاعه ليه ستاند معين يا جماعه كده، تفاصيله بقى كلها ان شاء الله. طب القماش قد ايه قماش، كل التفاصيل دي ان شاء الله هنزلها. بصوا عملت كميه سهل ازاي بالنسبه لي، قلت لا دي كده احسن يعني. عملنا الكميه دي برضو، حاولنا ان احنا نشيل الحواف بتاعها ونسويها وتبقى بالنسبه لنا اسهل. دي عشان هنعمل بقى فيها الدوران اللي هي تبقى الطبقه التانية. الحرف ده كله لما كنت سويته لو انتوا خدتوا بالكم، فقلت لا وانا منها فيها كده فلزقتها. حسيت ان انا محتاجه ان انا اداري الشكل اللي هو الفوق. انا مش عارفه مين يعملوا عليه فوم ليه. ايوه هو فوم، الفوم المضغوط ده، فحطيت ان انا طبقه تانية من الاشكال دي عليها من ورا، بحيث ان احنا من الظهر يعني بتاعها علشان تتدارى الحرف بتاعها تماما يعني. تمام. بصوا بالشكل ده. قولي كده تقييمكم ليها بجد ايه يعني، حاسه يعني. وبدات ان انا احط بقى لزق واحط بقى المرحله الاخيره اللي هي الحمد لله يا ربي الحمد لله. نخش بقى على مرحله ايه، الايد دي. الايد دي اكليريك وهي جاهزه عندي على التليجرام. تمام. وطبعا لو عايزين برضو القماش يعني قولوا لي. تمام. حبيت بقى بس اعمل الطبقه اللي تحت خالص فقمت عملت مربع عشان لما اجي اعمل الدوران ده تبقى دايره معايا. تمام. عشان احطها فين، احطها الزق بيها ايوه بينها وبين الفوم. انا كنت بسقف تقريبا عشان كانت مظبوطه يعني. فاضل بس حته صغيره هساوي بس الزياده، وهنبتدي ان احنا نثبتها بالشمع عادي جدا. تمام. الاكليريك ده ممكن كمان نعمله اطول من كده، ممكن نعمله ارفع براحتنا يعني. هو بيبقى عباره عن ايد اكليريك كلها، وممكن نسيبها يعني، ممكن كمان نسيبها فاضيه. في ناس بتحب تسيبها فاضيه افضل، بس عشان ايه اللي شايفها انها ممكن تكون قصيره بدات ان انا احط بقى فيها لولي وكريستال. بصوا بقى اللولي الكبير، شوفوا درجات اللولي اصلا مع بعض، الصغير والوسط والكبير، والكريستال الصغير والوسط وهكذا. حسب بقى ما انتوا عايزين تحطوا جواها ايه، كريستال بس، لولي بس. ممكن تحطوا الاسترسات اللي هي الصغيره خالص بتاعه البوكيهات لو انتوا فاكرينها، بس هتكلف كميه كبيره قوي. اعتقد اللولي هيبقى ارخص، بس هو خلي بالكم ان انتوا هتحتاجوا فوق مثلا 3 باقات، يعني مثلا 3 لولي و3 كريستال. هتحتاجوا مثلا كميه من الكبير دي، فهي تسحب كتير يعني. خلي بالكم ما تغروش بس في حجمها، هي صغيره بس بتاخد كتير. واللي كان بيسألوني على تثبيتها، انا ثبتها بشمع بس عادي جدا، نقطة شمع كده في النص وكتير يعني نقاط كتير، وبدأت ان انا اثبتها من هنا. خلي بالكم انتوا بتثبتوا مثلا لو انتوا هتثبتوا الاورجانزا في الفوم، تثبتوا برضو المكان اللي هتلزقوا منه يتحط فيه شمع كتير قوي برضو تحت الاورجانزا. طيب دي اللي هو زي اكليريك كده سيلفر، بشيل منه طبق الحماية. بصوا بقى شكله. ممكن نعمل طبعا اي اسم حرف، اندمجت الالف مع الميم، شكله رائع بصراحه. ممكن ندمج اي حرفين مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والفولو لو انتوا اول مره تشوفوني.